السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا إليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 73 نلتقي الليلة بمشيئة الله تعالى مع قصة عيد الأضحى. أعاده الله عليكم باليمن واليسر والبركات والسعادة وراحة البال. اللي يحب النبي محمد كده يسمعنا الصلاة عليه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده انت لو حبيت تعرف مناسك الحج والاضحى وقصة الحج من اولها لاخرها لغاية يوم العيد وايام التشريق، تجد بان القصة كلها ترجع الى اسرة كريمة. هذه الاسرة هي اسرة الخليل ابراهيم وهاجر واسماعيل. الثلاثة دول اي حاجة في مناسك الحج فارجع لهم. الطواف بالبيت هو اللي بنى البيت مع اسماعيل. السعي بين الصفا والمروة هاجر هي اول من سعت بحثا وراء الماء لابنها اسماعيل. رمي الجمار برضه ابراهيم رمى ابليس في المكان ده بالذات. الوقوف بعرفة
جبريل نزل وعلم ابراهيم المناسك، فسمي اليوم يوم عرفة لان ابراهيم عرف فيه المناسك من الامين جبريل. يوم عيد الاضحى بنذبح ليه؟ لان ابراهيم كان هيذبح ابنه بامر من الله العلي العظيم. طب والتكبير بتاع الله اكبر بنكبر ليه؟ قال لك وحد الله، قل لا اله الا الله. تعرف انت بتكبر ليه؟ قال هو مش لما ابراهيم حاول يحرك السكينة عشان يذبح ابنه السكينة لم تتحرك؟ قلبوا على وشه ما فيش فايدة، قلبوا على ظهره ما فيش فايدة، واذا بالامين جبريل نازل بذبح عظيم، وهو نازل جبريل بقى يقول يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فابراهيم قال لا اله الا الله والله اكبر، فاسماعيل قال الله اكبر ولله الحمد. بس يبقى قول لي بقى ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل؟ عايز تعرف الحج روح لابراهيم وابنه اسماعيل ومراته هاجر بس. يبقى ابطال القصة ابراهيم هاجر اسماعيل. من الذي اوجبها واخرجها ووزع الادوار على هؤلاء الاطفال؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. انا عايزك بقى توحد تقول لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد خير من حج واعتمر وبدين الله الحنيف امر. احنا في الاسبوع اللي فات الدرس اللي فات اتكلمنا عن الحج ومناسك الحج. النهارده بقى هنشوف ايه حكايه الاضحيه بقى. ابراهيم بلغ من السن 86 سنة ولم يرزق بمولود. سبحان الله، نفسه في ولد، نفسه يخلف. جه مصر مع السيدة سارة مراته، الملك الحاكم على مصر كان اي واحد يدخل البلد مع واحدة ست اذا كانت مراته لابد يقدمها للملك الاول ليقربها في الحرام. اذا كانت مراته يعني لا اله الا الله. شوف البلد منكوبة من زمان ناس فايقة والله، ناس فايقة الله يخرب بيتهم مطرح ما راحوا. الفراعنة دول ايوه كانوا فراعنة يا عم صالح. ايوه اول رجل غريبة ما تنزل جواز سفر بتوع الجمارك مين اللي معاك دي؟ اذا قال انها مراتي ماشي طب يلا روحي على طول للملك الاول عشان يختم جواز السفر بالشغل الهبان. انما قال انها اختي خلاص اخته ماليش الملك دعوه بيها خلاص. فابراهيم عارف المسألة دي فقال لي سارة اسمعي لو قالوا لك انت تقربي لي ايه قولوا له اخت وهتقولي مرات، قال لي يبقى نهار مش باقي خلاص اخت. اما اخت في الله مش كذب يعني، ده مش كذب، حاشا لله ان يكون ابراهيم كذابا، لا ده ربنا قال وابراهيم الذي وفى بكل شيء. اخته خلاص الملك مالوش دخل بيه. مين اللي معاك دي؟ قال انها اختي وهي اخته في الله، اخته في الله وليس في هذا كذب حتى لا يقع فيما يغضب الله. انما برضو الملك لما شافها قال لك دي يعني برضو ما الامر ما يستغناش، تعال ادخلي. يا ساتر يا رب، لسه هيمد ايده عليها بص لها ايده جنبه مشلوله. قال لها اعملها معروف خلاص. قالت له تبقى لا تبقى لا خلاص شاف الله يده. يا نف هو شالها من هنا عايز يحط ايده عليها تاني، انشلت ايده تاني جنبه. وبعد ثالث مرة قال لها اسمعي ربنا يكفينا شرك، انت عايزة ايه؟ انا ههديلك خادمة تخدمك بقى لان انت متصلة اتصال وثيق بالاله الاعلى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا سلام يا سلام على اللي يقول يا رب
ده ربنا بيبعث الملائكة للعبد يقول لهم صبوا عليه البلاء صبا، ينزلوا يصبوا البلاء، يقول لهم اصبتم البلاء على عبدي، يقولوا نعم يا رب، يقول لهم زيدوا البلاء فاني احب ان اسمع صوته يقول يا رب. امال ايه؟ يا سلام. شوف بقى لما ربنا يقول انا اسمع صوته بيقول يا رب، عايز اسمعه بيقول يا رب. فدايما نقول يا رب، نقول يا رب دايما. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الارض وليس له خطيئة. ربنا يصب ويطهر لغاية المؤمن ما يمشي في يوم على وجه خطيئة. مين اللي اداها لها؟ اسمها هاجر، ودي كانت مصرية، يعني زي ماريا ما اهديت لرسول الله محمد، هاجر اهديت لنبي الله ابراهيم. هاجر دي ام العرب، ولذلك احنا يا مصريين نعتبر اخوال العرب، يعني العرب يقول لنا يا خالي. ليه؟ لان هاجر مصرية وهي اللي خلفت، تبقى هاجر اختنا وهي التي انجبت العرب. فالعرب والمصريين، العرب ولاد اختنا واحنا اخوانهم غصب عن عينهم. مش عشان شايف البترول ينسوا ان احنا اخوانهم، لا احنا اخوانهم. وسبحان من نقلهم من ركوب الابل الى ركوب الابل. اللي يحب النبي يسمع بالصلاة عليه، وخلينا احنا في اتوبيس 93 ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. ايوه. فالسيدة سارة اميرة ومتربية، قالت له ابراهيم انت نفسك في ولد، لقد وهبتك هذه الجارية لتكون ملك يمينك، عسى الله ان يرزقك. مش ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ايه او ما ملكت ايمانهم، فدي ملك يمينك، لك الحق ان تباشرها يا ابراهيم مباشرة الازواج، عسى الله ان يرزقك منها الولد. واحدة غير دي، طب وتجيب لي نفسها ضرة ليه؟ تجيب لي نفسها رزية ليه؟ طب ما هو الراجل معاها، هي ناقصة وجع دماغ. انما دول كانوا ناس متربيين على قضاء الله وقدر، كل شيء بقضاء. وتعرفوا اللي عايز يريح باله في الدنيا يسند الامور كلها للملك الاعلى، بس كل شيء بقضاء. دخلت الكوبايه شاي عطيت انكسرت الكوبايه، ما تنكدش على نفسك وتمسك ابنك تحوله مكتب وحبس وشلاء وفرش متاع. الكوبايه لها عمر يا اخي، مش حاجه خلاص تبقى الحمد لله. المصباح وطفي والنبي قاعد مع اصحابه اللمبه انطفت، اظن قال ده وش ابو هريره علينا وحش، والله ما حصل. انت عارف كل النبي قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. حتى اللمبة لما تنطفي يبقى انا لله وانا اليه راجعون. ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة ابدا ابدا ابدا. راكب الاتوبيس وصارت 15 يوم اتنسلوا. ما تقولش اعوذ بالله، حتى القرشين اللي هنجيب بهم لحمة للعيارة، طب والله ما ندخل اللحمة السنة دي، حرام عليك ابدا، ما حصلش حاجة. تعرف اهل الزمان كانوا يقولوا خدوا الشر وراح، والله فعلا دي كلمة لطيفة جدا، لان النبي قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الوقت. حتى حالة ما يمكن بلاش، هتاخد ال 15 يوم 20 جنيه مثلا، 15 جنيه 10 جنيه. طيب وانت نازل من الاتوبيس رجلك جت تحتك انكسرت ودوك الدمرداش، هتصرف على قد ايه؟ يعني لما تضطر تلاقي طولها قد عرضها، 5 في 6 في 30 و6 في 5 في 30 من على اليمين والشمال، هي مش حاجه ابدا. يبقى دايما تسلم الامر لصاحب الامر، سلم الامر لصاحب الامر. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.
سبحان الله. ادي الناس اللي عايشه، ادي الناس اللي عايشه. تعرفوا ايه اللي تعب الجماعه الفقراء؟ اللي تعب الفقراء انهم بيبصوا للاغنياء، وطول ما انت باصص للغني مش هترتاح، مش هتنام. ماشي على الرصيف والغني راكب شوفرليه، قاعد فوق تحت السلم، الغني قاعد في فيلا. اللي تعب الاغنياء يبقى الهم والغم طول الليل صاحي بيشوف الكمبيالات وتشوف الشيكات وشيك من غير رصيد ورايح المحكمه وعنده جلسه باب الشهريه وجلسه ثانيه في محكمه العمال، القضايا المستعجل، الغلب المستعجل. هذه المسائل انت لا عندك محكمه ولا نيله، ده انت والحمد لله بتحط راسك على المخده بتقول اللهم اسلمت نفسي اليك، وتنام من بعد العشاء من 7 لغايه الفجر نوى الصلاه خير من النوم وانت دماغك لسه عمرانه بالنوم. الغني بينام بالحبوب، لابد جنبه حته علبة مليانة ادوية ومش عارف ايه ومنوم ومنيل وما يعني ما تبصش للغني، بص للي خلق الخلق عشان ترضى. الغني لو بيقول يا رب ما يتعبش، الفقير لو بيقول الحمد لله ما يتعبش. ادي السعادة مش في المال ولا في السكن ولا في الجاه ولا في المناصب. السعادة في كلمة واحدة قالها النبي: وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والله العظيم. يعني العيد داخل واحد يقول لك طيب عايزين نجيب للعيال لحمة، يا اخي مش ضروري تجيب منهم 2 جنيه، مش ضروري تجيب منهم 135. هات كيلو لحمة راس ب95 ساعة، مش عارف اذا كانت بقى وصل الجنيه كل اسبوع بتتشيل على كل حاجة، ما انا متتبع المسألة دي. فهات على قدك، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف. ما تحسدش اللي هو يذبح خروف ليه؟ انت لا تدري هو بيذبح الخروف انما بنحط له في الغدا لقمة سنة حتة جبنة جريش، ما يقدرش ياكل لحم، محرم عليه. مش تحريم شرع، لا تحريم منع. اللي حرمها مش ربنا، اللي حرمها الطبيب. ما يقدرش يخالف لان تصلب شرعي. ما يقدرش. يبقى مين اللي بياكل؟ انت اللي بتاكل، لان عندك معده وتر بروف ضد الماء والكسر. مش حاجه ابدا، مش حاجه ابدا. يعني انت لما تقول يا رب هترتاح، اما تقول يا رب هترتاح. لان النبي كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، عمره ما قال اللهم اني اعوذ بك من المش والبصر. صوش ماله المش مع راحة البال؟ والله العظيم ده يبقى شيء مش معقول، يعني ما تبقاش حاجة ابدا والله. فانا عايزك دايما تكون راضي عن الله، لان احنا كلنا هنسكن في الغفير وباب النصر ومقابر الامام والبساتين. المساكن معدة لنا كلنا. اظن واحد هيقول لا ما مش ميت، غصب عن عينك. اهو ده بقى اللي بتفك ابدا. ساعة ما يدخل ملك الموت ما بيطلبش البطاقة، يقولوا مثلا ده راجل حاكم او ملك، يقولوا لا يا عم انا ماليش دعوه بالملوك، يعمل معروف طلعنا لا يوديني سجن الحرب. لا والله بيقطب رقبة ادخل في البلد. فدايما الانسان يقول اللهم لك الحمد، بتريح كلمة اللهم لك الحمد بتريح. وبعدين والله ما كنتش تتصدق وانت في حياتك ربنا لن يقبل الصدقة بعد وفاتك، لان المال مش هيبقى مالك، هيبقى مال غيرك. فيبذل ما تستطيع من الخير، واعمل الخير في غير اهله. اعمل الخير في غير اهله عشان يبقى تبقى منتظر مرسيه ومتشكرين وثانك يو فور ماتش. لا، خلي معاملتك لمن يقول للشيء فيكون. انا عايزك تسمعني الصلاة على سيد العالمين. 86 سنة رزق الخليل ابراهيم باسماعيل. يجي الناس بقى تقول لك لما هاجر ولدت اسماعيل سارة زعلت وقالت لا ما يقعدش معايا، ولابد ان انا اعمل فيهم عمل ولابد انتقم من. ما حصلش ابدا، لان دي مش اخلاق الانبياء ولا نساء الانبياء. امال اسماعيل راح مكة ليه؟ وهاجر راحت مكة ليه؟ ده بامر من الله، لان ابو اسماعيل اسمه ابراهيم نبي، وما دام نبي يبقى لا يتحرك الا باذن الله. قال له خد اسماعيل وامه هاجر وديهم مكة، لاننا ساعمر الارض بهؤلاء.
انما عشان تقول لي دي ساره غارت وزعلت ليه؟ هم ساكنين في البطليه، ده ناس متربين في بيوت الانبياء، متربين في القهوه، دول متربين في رحمات الله. تزعل ليه وتغير ليه؟ واذا كانت غارت بتهدها له ليه؟ ما كانت قاعده لوحدها. انما اسماعيل لما يهاجر مع عمه بامر من الله لابراهيم يبقى دي كلها اوامر من الله. ولذلك ابراهيم لما راح ودى هاجر وابنها في مكه قال لهم بقى السلام عليكم انا ماشي رايح الشام. قالت له لمن تتركنا يا ابراهيم؟ قال لها لله. والله العظيم ده الايمان بيحل مشاكل كثيره لله. انت عارف قالت له ايه؟ اظن قالت له اذا كنت مسافر خدني معاك. لا، قالت له اذا لن يضيعنا الله ابدا. ده اليقين. شوف الايمان بيحل كم مشكله. اذا لن يضيعنا الله ابدا ابدا. خلاص مع السلامه. احد المعامل في مكه مفيش حد. مكه جرداء صحراء قاحله لا نبات ولا ماء. ترك لهم شويه التمر وجركن الميه وتنوا ماشي. وتردد عليهم لغايه اسماعيل ما بلغ الساعه. لما ابراهيم بلغ 99 سنه بص لقى الملائكه نازلين في بيته بتزوره. ايه يا جماعه؟ يا رب انا بقالي 3 ايام ما جاليش ضيوف. وكان ابراهيم لما الضيوف يغيبوا عنه يوم يقول يا رب ارجوك تبعث لي ضيوف. كان مضيافا كريما، كان مضيافا كريما. ف3 ايام الباب ما يخبطش ضيوف. قال له يا رب انا لا اطيق اكثر من ذلك. والله الدنيا كانت بخير. النهارده بيبقى الواحد ساكن جنب الواحد ما يعرف عنه حاجه، ويقابله على السلم ده طالع وده نازل حتى ما فيش السلام عليكم. ده الموضه الجديده دلوقتي. مش حاجه ابدا، مش حاجه ابدا. انما شوف بقى اللي زعلان عشان 3 ايام يفوتوا من غير ضيوف. قال له لا اطيق اكثر من هذا. بص لقى الباب يخبط مين؟ بص لقى 3 في غايه العظمه يشرق نور الايمان من وجوههم. اتفضلوا يا جماعه. السلام عليكم. قال له سلام قوم منكرون. انا مش عارفكم بس قالها في نفسه. هو رد السلام علنا بس قوم منكرون قالها في نفسه. خد بعضه في السر. ربنا قال فراغ الى اهله. راغ يعني ذهب متخفيا. يا سره. قالت له نعم يا ابراهيم. قال لها اذبحي عجل وشويه دلوقتي. شوف بقى عجل على 3 يعني الواحد نهار ما بيتمطع يجيب له الطب يجيب له كيلو ويبقى مدخل له الكيلو يخرب دماغي. ويقول لمراته اعملي معروف يعني ضيعي معالم اللحمه عشان الكيلو ناخد نصه لبكره ونخلي نص. تبقى تحمل بفتك وتجيب دقيق لما تخسر حته اللحمه وباميليا ومش عارف ايه وتوابل. انما دي قال لها اذبحي عجل بحاله على 3. وسيدنا ابراهيم يظهر انه كان بيحب اللقمه الطيبه. قال لها شويه لان اللحم المشوي اطيب لحم لبني ادم، اصح لحم. ولذلك انت لما بتمشي يمة الازهر كده بتشم ريحه الكباب على بعد 3 كيلو وانت في العتبه. بتدعي ربنا بتقول اللهم قربني اليه. ايوه. فاللحم المشوي اطيب انواع اللحوم. طب يا ابراهيم ما تاخد ياسنوم الاول تقول لهم تتغدوا ولا لا؟ ده الكلام ده مش مع ابراهيم، الكلام ده مع ناس كتير. يقول له ايه اعمل شاي ولا ما انتش كيف؟ ايه رايك اوضب لقمه؟ طب ما هو قاعد معاك من 8 صباحا لغايه المغرب مثلا يبقى ما طلعش معاك كل فين؟ ما هو قاعد معاك اهو تبقى بتشوره تقول له اوضب. ده مصارينه بتلعب شطرنج بالجوع. ايه ده؟ لا. التاني يقول له اللوكاندا اللي جنبنا عامله تخفيض 70%. طيب الله يرضى عليك. انما ابراهيم يروح متخفي ويذبح العجل ويشويه ويجي يقدمه. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ما تاكلوش ليه يا جماعه؟ قالوا له يا ابراهيم انا رسل ربك. احنا ملائكه. ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل 3 من عظماء الملائكه. نزل ليه؟ قالوا له ايه بنبشرك بغلام حبيب. قامت
سارة اللي بلغت من العمر 90 سنة قالت يا ويلتى، كلمة تعجب، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. شوف كلمة ما قالش حتى وهذا زوجي، قالت وهذا بعلي. البعل معناه السيد، السيد يعني وهذا سيدي اللي هو زوجي شيخة. النهارده الموضة الجديدة تقول لجوزها يا مصطفى يا علي يا ابراهيم. طب قولي يا استاذ فلان هتحترميه قدام الناس؟ لا، دي واحدة معها ماجستير او معها لصنف ما تعترفش بالالقاب. طب ده جوزك، وربنا قال الرجال قوامون على النساء. يوم دور هذا بعلي شيخة، سيدي بلغ من الكبر الشيخوخة، حولد ازاي؟ قالوا لها اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. خلاص تبقى سر ربنا جبر بخاطرها وجابت سيدنا اسحاق. هاجر ربنا جبر بخاطرها وولدت اسماعيل، وابراهيم ربنا جبر بخاطره وقال الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. عارف من ربنا يا ابراهيم؟ عايز حسبة، عايز عربية، عايز عمارة؟ قال له لا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا سلام، ربنا وتقبل دعاء. قبل اسحاق ما يتولد ابراهيم نايم رأى في المنام انه يسبح اسماعيل. لا اله الا الله، ده الولد الوحيد وذبح. صبح الصبح لابد ينفذ الرؤيا، لان رؤيا الانبياء وحي، مش اي كلام، مش واحد يرى اي رؤيا، لا دي وحي من الله. مش عايز بقى يروح لابن سيرين يقول له انا رأيت، لا ده هو رأى يبقى ده وحي. اذبح ابنك يبقى اذبح ابنك. انما انت لو شفت في المنام انك بتذبح ابنك اوعى تعملها، لا. وبعدين تقول الشيخ اللي قال لنا واروح انا وانت في الزنزانة رقم 19 يمكن انا عارفها انما انت لسه ما خدتش عليها، احنا رد السود. اوعى تعملها. امال تعمل ايه؟ اذا كان ربنا مقدرك تذبح شاه، اذا كان عندك مقدرة هات راس من الغنم وتصدق بيها زي ابراهيم ما ذبح يعني. خلاص. طب يا ابراهيم هتعمل ايه ابنك الوحيد؟ انما ده امر ربنا، ما فيهوش ابن الوحيد ولا ابن البكر، ده هو لابد ينذبح. يا اسماعيل، قال له نعم. قال له يلا يا ابني هات الحبال وهات السكين. زي العادة بيروحوا يجمعوا حطب، بس اسماعيل ما هوش عارف النهارده رايح فين، يجمع حطب ولا ايه. وحد الله، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد. سبحان الله. ابنك ما هو ربنا لما بيدي النعمة بيحط مقابل النعمة ابتلاء عشان يشوف العبد هيشكر ولا يكفر. ادى ليعقوب يوسف، وكان يعقوب مشغف القلب بحب يوسف، فربنا قال له طيب انا هبعده عنك 40 سنة اشوفك هتقول ايه. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف الكلام، لابد بجانب النعمة بلاء. يوسف راح وعاش في قصر العزيز، ما دام فيه نعمة بقى يبقى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لابد يدخل في البلاء. اوعى تظن ان الدنيا تمشي على طول كده، لابد يكون فيها بجانب الحلو مر. الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها، ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا لها. ولقد كانت اذاقتنا افاويق استحليناها ثم جمحت بنا صامحة ورمحتنا مولية فملح عذبها وخشن لينها. لابد الدنيا كده. ابراهيم بيحب اسماعيل، طيب روح اذبحه. سبحان الله، ويذبحوا واحد ذبحه. مش قال لا ده ابن الوحيد تبقى رؤيا شيطانية، لا ده انت نبي، والشيطان مش ممكن يتدخل في قلبك ابدا. ابراهيم بيحب اسماعيل، طيب روح اذبحه. سبحان الله، ويذبحوا واحد ذبحه. مش قال لا ده ابن الوحيد تبقى رؤيا شيطانية، لا ده انت نبي، والشيطان مش ممكن يتدخل في قلبك ابدا.
وخدوا تنه ماشي بيه في ضواحي مكة لغاية ما جه عند منى كده هوت وقال له يا بني اقعد نتفاهم شوية بقى. هو كان يقدر ياخده على مشمه على طول يجي من وراهم نزل رقبته. خد بالك انما ما عملش ليه كده، لانه لو عمل كده يبقى كأن اسماعيل ملوش فضل في المسألة، انتبه غصب عنه. انما يعرض عليه اني ارى في المنام اني اذبحه، يوم الثاني يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر. خد بالك يبقى باختياره بقى، يبقى مش غصب عنه، يبقى مش غصب عنه عشان ياخد الاجر الاخر. امال ايه؟ ما هو لو جاله من وراه وخده مقص قلبه على وشه ونزل رقبته، اسماعيل ملوش فضل، انتبه غصب عنه. انما لما يعرض عليه كان اسماعيل يقول له بتقول ايه يابا؟ هي حصلت للذبح؟ خبر ايه يابا؟ سلامة عقلك، انت جايبه لك ايه يابا؟ طب اوعى تيجي يمتي بقى وهو اللي معاه السكينه والحبل. انا اللي هذبحك يابا. لا، السكينه والحبل اتفضل يابا كتفني وادي السكينه اهي وانا هنام اهو. منتهى العظمه ومنتهى الايمان بالله ومنتهى الثقه في الله. انا عايزك تسمعني الصلاه على خير من ضحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. لا وشوف ابراهيم، يا سلام يا بني يا بني، كلمة فيها رقة ورحمة. مش قال له اسماعيل لا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بياخد رأيه. ليه؟ اذا كبر ابنك خويه، يعني لما ابنك يكبر ما تضربوش بقى، لان لو ضربته قلم هيتنيه عليك انت ما دام مراهق. بص احنا في مجتمع فاسد كله فساد، الهوى نفسه فاسد، الهوى اللي بنسمه فساد. لو وقف ابنك في البلكونه 5 دقايق يطلع يدخل لك البيت يشتي لانه سمع كلمتين في الشارع. لو وقف 5 دقايق مع العيال اللي بيلعبوا الكوره يسمع قاموس من الشتائم. مجتمع فاسد وفاسد وفاسد. انما شوف التربيه بقى، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شوف انت هتشوف في نفسك ايه. في قراءة ثانية بتقول فانظر ماذا تري. شوف هتقول لي ايه بقى. يبقى ماذا ترى في نفسك وماذا تري لأبيك. يوم ابراهيم بدون تردد كده بعد ما يعرض المسألة يستعد معه السكينة ومعه الحبل. اسماعيل يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر. مش قال له افعل ما تأمر، افعل ما تؤمر، لان ما تأمر يبقى الامر امر ابراهيم، انما ما تؤمر يبقى الامر امر الله. والمهم ايه؟ انت لما تقلد الايه دي تدفع الحاجه. كان يقدر يقول له يا ابا تذبحني ونخلص، وبيقول له اني اذبحك واذبحني، انما يقول له افعل ما تؤمر، يعني لو كان في حاجه غير الذبح اشد من الذبح افعلها برضه. اي امر من اوامر الله اعمله. اذا كان ربنا قال لك قطعه قبل ما تذبحه اقطع. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وشوف كلمة ان شاء الله، شوف كلمة ان شاء الله في السكة لها معنى كبير. كان يقدر يقول اذبحني، ده انا بطل، انا فتوة، ده انا شمشون، ده انا فرافير العجيب ويضرب على صدره. ابدا، ان شاء الله من الصابرين. ربنا يجعلنا الصابرين. طيب خلاص لم يسمع الحضر يابا. فلما اسلم الامر لله وكله اي صرعه على جبينه عشان يذبحه من قفاه. ما هو قال له يا ابتي اشحذ السكين سنها كويس عشان تخلص على طول، واذبحني من قفايا حتى لا ترى وجهي فتأخذك الرحمة بي فتمتنع عن تنفيذ امر الله، واسرع بمرور السكين علي وارفع طرف ثوبك عني حتى لا ينقضح بدمي فتراه امي فتحزن لذلك، واذا رجعت الى امي فاقرئها مني السلام. دي قصة عجيبة، قصة عجيبة جدا. النبي اسماعيل كتف كتف سن السكينة على الحجر، خلاص بقت السكينة زي الهواء. جه يذبح السكينة لم تجرح دما ولم تخدش جلدا، مش حاجة ابدا، ما تتحركش. قعد يقلب فيه وش وظهر وجنب شمال ويمين ان السكينة تمشي. لا، اراد الخليل ان يسبح ولكن الجليل اراد الا يسبح.
ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سكينة حامية، اسماعيل متكتف، ما فيش موانع ابدا، انما عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. يا دوب هو بيحاول تصلها خروف بيجري قدامه في منى، ولذلك الذبح فين؟ في منى. الذبح في منى. مين اللي نازل فيه؟ جبريل. شوف مش راعي غنم، لا جبريل اللي هو مشير الملائكة، يعني اعلى رتبة في ملائكة السماء، اللي ربنا قال فيه مطاع ثم امين. مطاع ثم يعني مطاع هناك في السماء، امين على الوحي. جبريل نازل مع الذبح العظيم وعمال يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابراهيم لما شاف كده قال لا اله الا الله والله اكبر. الذبيح اسماعيل لما شاف كده الله اكبر ولله الحمد. شوف اسماعيل قال ايه؟ قال الله اكبر ولله الحمد. لو اسماعيل قال الكلمه دي صاحب عبد الناصر كان ودوه السجن. يا الله اكبر ولله الحمد، كانت بتودي في تأكيد. ولذلك الراجل في سنة 65 بيقول لمراته انت غلبتيني، ارمي نفسي من فوق السطح، اروح ارمي نفسي تحت المترو، اطلع في الشارع واقول الله اكبر ولله الحمد. شوف المأساة، شوف المأساة. ده ناس تقول الاب والابن واروح القدس اله واحد، ما حدش يقدر يلمتهم، والمسلم لما يقول الله اكبر ولله الحمد يقبضوا عليه. شفت المآسي اللي مرت بها البلد وبتمر بها البلد في حرب الاسلام. اسمعوا الله اكبر ولله الحمد، فصار ذلك سنة بعد الفرائض. في العيد الكبير ده بنكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة اللي هو يوم الخميس، ما تنسوش ان شاء الله، بعد ما تصلوا الفجر باذن الله تكبروا بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم عرفة، ويوم العيد اللي هو يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 تكبر بعد كل فريضة لغاية رابع يوم العيد 10 و11 و12 و13. يعني عندك 4 ايام كاملين في 5 في 20 فريضة. اليوم الرابع تكبر لغاية العصر 3 فرايض، يبقى بنكبر 23 فريضة، تبدأ من فجر يوم عرفة لغاية عصر يوم 13 من ذي الحجة. يعني نكبر من فجر يوم عرفة لمدة 23 فريضة. ده في عيد الاضحى. ليه؟ لان دي ايام ذبح وايام توسعة، بس اللي عايز يضحي لا يجوز ان يذبح الا بعد صلاة العيد. امال اللي يذبح قبل الصلاة زي ما هو ماشي النهارده ليلة الوقفة تبص تلاقي الشارع مقلوب، جزار ليلة العيد، جزار فراوي. ايه ما انتوش منتظرين لغايه الناس ما تصلي العيد؟ اللي يذبح قبل العيد النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ما تنفعش. مش عارف احنا مخالفين في كل حاجة، حتى في حتة الذبيحة اللي بنذبحها كمان. والله حتى دراسة عايزة مخالفة، حتى دراسة عايزة مخالفة. طب مخالفين بنودي النسوان للكوافير وبنوديهم للترزي، يبقى فيه 100 واحدة تخيط انما ما يحلوش اللي عند القصة عبده، عشان خاطر يقيس جسمها بالمليمتر والسنتيمتر ويغيب يفتح ويعمل والسقان والباب. مخالفين في كل حاجة، حتى في حتة الخروف اللي بنذبحه. ربنا يقول فصل لربك وانحر، احنا نقول لا ان اعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي. هذه المصيبة السوداء يا اخواتي. ايه دي؟ انا ما بشوفش حد يذبح بعد الصلاة حقيقي. كل الجزارين بتفوت ليلة العيد، حتى بيلاقوا منامنا يبقى الواحد راس صلاة عيد عايز يرتاح ساعة بالليل طول الليل جزار. ايه ده كلام ايه اللي في العظم ده؟ كلام اللي في العظم انت بتستخونها من دلوقتي ايه؟ ما تنام يا جزار من تصلي العيد.
يبقى من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد ادى السنة. ده كلام مين؟ ده كلام ابو القاسم. طيب احنا بنذبح بعد الصلاة زي انت بتقول، نقفل عليها بقى، وبعد ما نفتح ونرميها في الطشت نقفل الباب ونكتب يافطة بالخط الثلث لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. المسكين اللي هيدخل هنا هشفيه. لا لا، ده ربنا قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ده اليوم ده يوم الغلابة، اليوم ده هو يوم الغلابة مش يوم الاغنياء، ده يوم الفقراء، لان النبي جيء له بكبشين املحين اقرنين، املحين يعني ابيضين. ذبح الاول وقال بسم الله اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين. فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. اسأل الله العلي العظيم ان يتقبل. امال نعمل ايه؟ نقسمها 3، تلت لك ولاهل بيتك انت حر فيه، التلت الثاني لاصدقائك، عايز تعزم واحد يتغدى مفيش مانع، التلت الثالث للفقراء، بس اوعى بقى تعمل فيها واد داير وتيجي تقول ايه طب انا هاخد التلت العظيم جدا ليا واللي احسن منه هغدي بيه، انما الفقراء هديهم المصارين والكرش. لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خد بالك من دي، ما انت ممكن تاخد بيت الكلاوي وبيت يوفن وبيت لحم كمان، انما هتروح من ربنا فين؟ فهو خير يعني يفتلى كمان في يوم العيد تديله حته كرشه لا يمكن تنضف الا بعد 5 ايام. لا، يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسال الله العلي العظيم ان يعلمنا العلم النافع، وان يهدينا سواء السبيل، وان يبارك لنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا الى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبصرنا بعيوبنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اهد أولادنا واكتب النجاح والسعادة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن السلب بعد العطاء. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وكل عام وحضراتكم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.